في البداية بس حابين نعرف بداية الكرة مع حضرتك وبداية المجال ورحلتك وقدوتك كانت ايه؟ هو انا ابتديت ممارسه كره القدم وانا عندي 4 سنين. اه كان بفضل طبعا والدتي الله يرحمها ووالدي الله في مركز شباب يرحمه. الجزيره. لعبت 8 سنين في مركز شباب الجزيره، بعد كده اتجهت لنادي الترسانه وانا عندي 10 مهم. سنين. مهم. كنت كابتن الفريق مواليد 97. كنت من جيل عبد الرحمن مجدي، محمد دسوقي اللي هو حاليا بيلعب في اه بيراميدز، عبد الرحمن مجدي. اكيد طبعا. فالحمد لله انا حاليا بلعب في نادي النصر للتصدير فريق اول ومدرب في مم. النصر، وعندي اكاديميات كوره الحمد لله. اكاديميه اه كانت اسمها اكاديميه ليدز. بالظبط اه كده. طبعا احنا هنتكلم عنها، بس في البداية ايه كان قدوتك اللي انت كنت بتحلم تبقى زيه مثلا وانت صغير؟ هو وانا كنت صغير او كان كريستيانو رونالدو طبعا. او اكيد طبعا. ايام ما انا كان في سني ريال مدريد. ماشي. طبعا. طب ايه اللي جه في يعني ايه اللي فكرت فيه بداية من تأسيس الأكاديمية؟ الفكرة جات لك ازاي؟ هو ده كان اصلا طموحي اللي انا ابقى صاحب مكان رياضي. اه اثناء انا بدات مجال التدريب وانا عندي 17 سنه، بداته بدري. في مهم. مدربين بيبداوا بعد ما بيخلصوا ممارسه كره القدم. مهم. انا بدات مجال التدريب وانا عندي 17 سنه. اه درست وخدت شهادات، الحمد لله شهادات معتمده. طبعا اشتغلت في اماكن كتير، فقلت بدل ما انا مش شغال في اماكن وكده فيبقى الحمد لله ناس كانت بتطلبني في الاماكن ديت، فقلت افتح مكان لنفسي انا. بالظبط. فابتديت اول فرع ليا كان في اه امبابه، كان مهم. في منطقتي، في الوراق، منطقه اسمها الوراق. ايوه طبعا. فابتديت هناك، فربنا كرم في الناس بقت تشوفني الفيديوهات، بقت ناس تطلبني في الهرم. الحمد لله بقى لينا فرع في فيصل، لينا فرع في مم. الهرم، لينا فرع في حدائق الاهرام، في مدينه نصر جنب استاد ايوه القاهره، في الشيخ زايد، في شبرا. الحمد لله ان شاء الله يعني قريب هيبقى في اسكندريه يعني. ما شاء الله. كام فرع كده تقريبا؟ 7 7. ان شاء الله. وفي تمام. طبعا عامل طبعا تمارين للمجموعه الكبيره اللي هم فوق سن ال 30 سنه. ايوه بالظبط. حابين اكتر اللي هو نتعرف الهواه. على الفئات مم. العمريه اللي بتقبلها الاكاديميه. تمام. حابين نعرف تفاصيل اكتر. تمام. احنا طبعا بنبدا من سن سنتين، يعني امم مفيش اكاديميه في مصر اصلا بتمرن ايوه السن ده. بالظبط. من شفت سن فيديوز من سنتين لاطفال. الحمد لله. مم. عندنا يعني طقم كامل من المدربين كفاءه عاليه اللي هم بيعرفوا يتعاملوا مع الكيدز. ف يعني الحمد لله يعني من سن سنتين لغايه سن 45 سنه. طبعا بز... كل تمام. طبعا كل فئه ليها المدربين الخاص بيهم. يعني مم. الكيدز يبقى ليه مدربين للكيدز، الكبار يبقى ليه مدربين للكبار. عندنا طبعا تيم جيرلز يعني فريق ايوه بنات. بالظبط. كنت لسه هسأل اه حضرتك. انا شفت مم. من خلال الفيديوهات ان في تيم بنات بس. طبعا ان شاء الله. كلمنا اكتر برضو. في عندنا تيم البنات برضو جميع الاعمار برضو. اه تمام. في كل فرع من الفروع ليه تيم من البنات. طبعا مم. بعد ما بيتجهزوا البنات ديت بنعمل مطوشه، طبعا مباريات وديه، مباريات تسويقيه، مهم. بنخش بطولات. بعد ما البنات برضو بيتجهزوا كده، فان شاء مهم. الله بيتم تسويقهم للانديه. مهم.